اكثر حاجه في عربيتك ايه؟ اغلبنا هيقول الدركسيون علشان ايدينا عليها طول الوقت، بس في دراسه من جامعه استون في بريطانيا لقت العكس تماما. الدركسيون او عجله القياده كانت من اقل الاماكن تلوث في العربيه. الاماكن اللي فيها اعلى نسبه بكتيريا كانت شنطه العربيه، وبعدها كرسي السواق، وبعد كده عصايه الفتيس والكرسي اللي ورا، وكلهم بنسب اعلى من غطا الزباله اللي في الشارع اللي انت بتبقى قرفان قوي وانت بترفعه عشان ترمي فيه اي حاجه. في 4 حاجات جوه عربيتك محتاجه تتظبط، والدركسيون مش منهم، اللي كل الناس فاكراه المتهم الاول. هنمشي عليهم واحده واحده. الشنطه اللي ورا كانت اعلى نقطه تلوث في الدراسه كلها، وده منطقي لو فكرت فيها. اكياس السوبر ماركت، اي حاجه متوسخه، ادوات الرياضه، اي شنطه، كل ده بيتحط فيها من غير اي تنظيف دوري. وحتى كرسي السواق بيجمع اوساخ وعرق وفتافيت اكل بمرور الوقت من غير ما تلاحظ، لان شكله باين نظيف حتى لو مليان. الحل: فضي شنطه العربيه من اي حاجه مش لازمه كل اسبوعين، ونظف الكراسي بالمكنسه الكهرباء او فرشه خاصه مره على الاقل كل شهر، مش بس عشان المنظر، ده بيشيل التراكم الفعلي. عصايه الفتيس بالذات كانت مفاجاه الدراسه، اقذر من قعده الحمام اللي في معظم المحلات، ورغم ان محدش بيفكر ينظفها السبب كان بسيط جدا. احنا نادرا ما بنعقم ايدينا واحنا بنمسك عصا الفتيس او مقبض الباب. الحل ان احنا نمسحه مسحه اسبوعيه بمنديل معقم، وايبس، عصايه الفتيس ومقبض الابواب. دقيقتين بس هتقلل التلوث بشكل كبير. تخيل معايا انك بتركب العربيه الصبح، بتشغل التكييف، واول نفس هواء بيطلع ريحه غريبه كده زي ريحه الشراب المبلول او ريحه رطوبه في مكان قديم. الريحه دي مصدرها الرطوبه، بتتجمع جوه صندوق التبخير بتاع التكييف. المفروض انها تتصرف بره العربيه، بس في جزء منها بيفضل متعلق وبيبقى بيئه مثاليه لنمو البكتيريا والعفن. وفلتر التكييف نفسه لو بقى متوسخ او رطب بيتحول لمصدر تاني للعفن، وبيوزع الريحه والملوثات في كل مره بتشغل فيها التكييف. الحل: تنظف الفلتر كل شويه، ولو محتاج تغيير غيره، وسيب التكييف شغال على التهويه العاديه مش السيركيليشن. ومن وقت للتاني عشان يدخل هواء جديد لازم تفتح الازاز. لو مسافر مثلا الرطوبه بتفضل محبوسه. اخر حاجه وهي عاده يوميه عندنا كتير مننا بنعملها: الاكل والشرب جوه العربيه واحنا في الطريق. حامل الكوبايه لوحده لقوا فيه نسبه بكتيريا اعلى من قعده الحمام، لان اي نقطه عصير او قهوه بتدلق فيه بتفضل موجوده وبتغذي البكتيريا مع الوقت. وفي دراسه لقت ان الاكل جوه العربيه ممكن يكون اخطر من الاكل وانت قاعد على قعده الحمام. تخيلوا، ده من ناحيه التلوث طبعا. الحل: نظف حامل الكوبايه بالمناديل المبلوله كل اسبوع، وحاول تاكل بره العربيه يعني لو تقدر، او على الاقل امسح اي حاجه بتدلق في ساعتها بدل ما تسيبها تنشف وتتراكم. ولو لاحظت مفيش حاجه من ال4 حاجات دول عن الدركسيون اللي كلنا فاكرينه الاخضر. الحقيقه ان الاماكن اللي بننساها هي الاخضر، لان محدش بيفكر ينظفها. ابتدي بحاجه واحده النهارده: امسح عصايه الفتيس ومقابض الابواب بمناديل معقمه قبل ما تنزل من العربيه بعد كده. وقول لي في الكومنتات كنت متوقع ان عصايه الفتيس تبقى اقذر من الدركسيون، ولو عايز تشوف الفيديو اللي بعده اكتب لي. ستي سيف.